ده مش كنتاكي يا جماعه والله، ده قرنبيط. تعالوا اقول لكم ازاي تعملوا احلى شويه قرنبيط مقرمش واحلى من كنتاكي كمان. جربوه تعتمدوا الطريقه ده على طول. تابعوا الفيديو للاخر عشان اقول لكم سر القرمشه وسر اللون الجميل ده. اول حاجه هنيجي في حله غويطه على النار فيها ميه بتغلي، وهننزل بمعلقه ملح وكمون. والكمون هنا ضروري يا جماعه عشان الغازات والانتفاخات والحاجات دي. وبعد كده هننزل بالقرنبيط اللي احنا غسلينه كويس تحت ميه جاريه ومتقطع بالحجم اللي نحبه من 4 ل5 دقايق، مش اكتر من كده عشان ما يتهريش منكم ويشرب ميه كتير ويبقى طري معاكم. خلاص. وبعد ما نطلعه من الميه السخنه هنحطه في ميه ساقعه او فتره عشان نوقف عمليه السوا بتاعته. خلاص كده تمام. بعد كده معانا بقى كوبايه من الدقيق وعليها نص كوبايه من النشا وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وتوم وبصل بودره، والكركم ما نكترش منه عشان بيمرر، وبابريكا حلوه والشطه اختياري، ونص معلقه بيكنج باودر. ونخلط المكونات الجافه دي مع بعض. وبعدين هننزل ببضاية واحدة ونقلبها كويس لحد ما تختفي في الخليط ده. وبعد كده هننزل بمية بالتدريج لحد ما نوصل القوام لقوام البانكيك كده واتقل شوية عشان يمسك في قطع القرنبيط وما يسيبش منه. وبعد كده هننزل بأي خضار عندنا، بقدونس كزبرة شبت أو أي حاجة منهم، ولكن لازم تجربوه مع الشبت بيخلي الطعم أحلى. وهننزل بالقرنبيط في الخليط ده وبعد كده هنطلعه وهننزل في الكفر اللي احنا هنعمله ده. كوباية دقيق ومعلقة كبيرة نشا وملح ورشة بيكنج باودر. وطبعا أول ما نعفره في الدقيق يكون الزيت سخن جدا على نار متوسطة عشان ما يشربش زيت كتير. ودول أهم 3 معلومات: اللون الحلو ده من الكركم، وسر القرمشة من النشا، والمعلومة التالتة والمهمة منهريش القرنبيط قوي واحنا بنسلقه عشان ما يشربش مية كتير ويبقى طري زي ما قلتلكم في الأول. وكمان القرنبيط بياخد وقت على ما ياخد اللون الدهبي، فخلوا فيه تكة كده وما تقلقوش هتستوي أثناء التحمير. وآخر حاجة بقى وده الأحب لقلبي، البهاريز اللي في الآخر دي من القرنبيط مع قطعتين 3 كمان، وبفرمهم وبشيل منهم العروق وبنزل بهم كده في الزيت بدون كفر لأن العروق اللي فيه مش بتحبني بصراحة. وكده بقى يبقى معانا أحلى قرنبيط ممكن تجربوه. جربوه بالعافية عليكم واحفظوا الفيديو عندكم. ولو عجبكم الفيديو ارجعوا تاني اعملوا متابعة عشان يوصل لكم كل جديد مننا. وآخر حاجة ودي الأهم، وحدوا الواحد. سلام.